في وسط زحمة الشوارع وضغط الحياة، أحمد كان شخص عادي، حياته ماشية زي أي حد، لا فيها مغامرة ولا مفاجآت. لحد ما في يوم كان قاعد على السرير بيقلب في تليفونه. هل تريد $1,000,000؟ عليك اجتياز 3 تحديات خلال 24 ساعة، وإلا ستختفي للأبد. أحمد ضحك وقال في نفسه دي هزار أكيد، بس بعد دقيقة الباب خبط، ولما فتح لقى ظرف مكتوب عليه مرحبا بك في اللعبة. أول ما أحمد فتح الظرف لقى جواه ورقة مكتوب عليها المكان محطة المترو القديمة الساعة 2 بعد نص الليل. وفجأة موبايله رن بمكالمة بدون اسم. صوت آلي قال إذا ما وصلتش خلال 30 دقيقة التحدي الأول هيضيع منك للأبد. أحمد جري في الشوارع، قلبه بيدقق وكل خطوة بتحسسه إن في حد بيراقبه. وصل أحمد لمحطة المترو القديمة. كانت مهجورة، ما فيهاش صوت غير صدى خطواته. الإضاءة ضعيفة والهواء بارد كأنه جاي من مكان تاني. على الحيطة قدامه ظهر له ضوء ليزر بيرسم سهم. مشي وراه بحذر لحد ما لقى نفسه واقف قدام باب حديدي، وتحت الباب ظرف تاني. أول تحدي كان جوه غرفة ضلمة تماما، نور خفيف بس بيظهر من حروف مضيئة على الحيطة. حل اللغز قبل ما الوقت يخلص أو الباب هيفضل مقفول للأبد. أحمد حس بقلبه بيدق بسرعة وبدأ يدور بعينيه على أي حاجة تفك الشفرة. ثواني بتعدي وضوء الساعة الرملية بينقص، وفجأة افتكر حاجة غريبة شافها في المترو، كانت هي المفتاح. الثواني بتجري، أحمد بيقلب الحروف في دماغه وعينيه بتتحرك بسرعة بين الحيطة والصندوق. فجأة لمعت في دماغه فكرة، جمع الحروف، هتبها، الرمز هو ثقة. دخل الكلمة في القفل الرقمي، لحظة صمت، وفجأة طق، الصندوق اتفتح. أحمد خد نفس عميق، لكن قبل ما يلحق يرتاح العد التنازلي رجع، والتحدي التاني ابتدى فورا. أول ما الصندوق اتفتح ظهر مفتاح صغير ومعاه خريطة مرسوم فيها طريق بيوصل لبابين. أحمد مشي في ممر ضيق لحد ما وقف قدام بابين خشب كبار، واحد مكتوب عليه الحقيقة والتاني الأمان. وظهر صوت آلي بيقول اختارك هيحدد مصيرك، والتاني هيحبسك للأبد. أحمد واقف قلبه بيدق، هيختار يمشي ورا الأمان ولا يواجه الحقيقة مهما كانت. أحمد وقف ساكت قدام البابين، ثواني بتعدي كأنها ساعات، إيده بتترعش وهو بيقرب من باب الحقيقة. بهدوء حط المفتاح في القفل ولفه. الباب فتح بصرير غريب وراه ممر طويل، لكن قبل ما يدخل الباب التاني اتفتح لوحده، ومن وراه طلع يوسف. أحمد اتجمد في مكانه. انت اللي كنت بتوجهني طول الوقت. يوسف قال له بصوت هادي أنا مجبر يا أحمد، لو ما نفذتش اللي بيتقالي أنا كمان هختفي. اللحظة دي كانت نقطة التحول، الثقة اتكسرت واللعبة بقت أخطر. أحمد قرب من يوسف وكل خطوة تقيلة كأنها بتقيس سنين العشرة. ليه يا يوسف؟ كنا دايما مع بعض، ليه تخون؟ يوسف بعينيه دموع وقال أنا خنتكش، أنا كنت تحت التهديد، كل حركة كنت بعملها كانت متسجلة، لو ساعدتك كانوا هيصفوني. أحمد حس بقلبه بينفجر، بس اللعبة ما خلصتش. صوت رجولي من السماعة بيقول وصلتوا للنهاية، لكن بس واحد اللي هيكمل. الأرض اهتزت تحتهم والمكان كله تحول لساحة قرار مصيري. هل هيضحي أحمد ولا هيلاقي طريقة ينقذهم هما الاتنين؟ أحمد بص ليوسف ولسه القرار في إيده. المكان كله هادي والوقت بيعدي بسرعة. لو ضحيت بيك هعيش ب1,000,000 دولار بس بضمير ميت. أحمد لف حواليه، لقى ذرين في الحيطة، واحد عليه علامة النجاة والتاني التضحية. يوسف صرخ
أحمد، الوقت بيخلص. وفي لحظة صمت أحمد ضغط على زر تالت كان مستخبي. صوت عميق خرج من السماعة: لم نتوقع هذا القرار، لقد كسرت قواعد اللعبة. الحيطان بدأت تنهار واحدة واحدة، لكن أحمد ويوسف لقوا باب سري بيتفتح قدامهم. الباب اتفتح، وأحمد ويوسف طلعوا على قاعة كبيرة شكلها من العصور الوسطى، فيها شاشات وكراسي فاضية، كأن في حد كان بيتفرج عليهم طول الوقت. وظهر على الشاشة راجل كبير في السن، لابس بدلة شيك وعينيه تقرأ أفكارك. قال لهم: انتوا أول 2 يوصلوا للنهاية من آلاف حوله. يوسف قال: انت مين؟ أنا اللي بدأت اللعبة علشان أعرف مين ممكن يفضل إنساني وهو بيواجه الطمع والخوف. أحمد قال: وكل ده كان اختبار؟ الراجل ابتسم وقال: لسه في سؤال أخير، واللي هيجاوب عليه هيعرف الحقيقة. الراجل قال لهم: السؤال الأخير بسيط، هل تفتكروا إن اللي حصل ليكم كان حقيقي ولا مجرد وهم؟ يوسف بص لأحمد، وأحمد رد: لو كان وهم، ليه كل حاجة حسينا بيها كانت حقيقية؟ الخوف، التوتر، الغدر، وحتى الصداقة. الراجل ضحك وقال: مبروك إنك نجحت يا أحمد، مش علشان عديت التحديات، لكن فضلت إنسان وما خنتش. وفجأة كل حاجة حوالين أحمد اختفت. يوسف مشي، الراجل اختفى، حتى القاعة نفسها اتبخرت. أحمد صحي في أوضة عادية، موبايله بيرن، رسالة وصلته: اللعبة بدأت من جديد، بس المرة دي مش هتبقى لوحدك. والشاشة تسود وتظهر جملة: إياك تصدق إنك خارج اللعبة.